الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه الملة الطاهرة التي لا ملة تشبهها ونستعينه ونستغفره من ذنوبنا لا رب سواه يغفرها ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله أولي الفضل والنهى أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله الحكيم وأحذركم الدنيا فإنها كأحلام النائم وأنتم هما قليل راحلون وإلى ربكم راجعون واستدركوا بقية عمركم فقد ذهب جله وانقضى وأدوا ما عندكم من حقوق العباد قبل أن توقظ من حسناتكم وتقضى وما علمتم ففي كتاب الله مدقر إلى يوم القيامة وأنتم فيها عن أعمالكم مسؤولون يوم تشهد فيه عليكم ألسنتكم وأيديكم وأرجلكم بما كنتم تعملون قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الحمد لله الذي أفاد على الوجود بهار النوال وشرح على كل موجود صائب الإفضال والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله بأمره داهيا وللصراط المستقيم مرشدا وهاديا فكان أسد الخلائق وأقواهم حسما صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأكابر الكرماء وأصحابه الأشداء الرحماء وأتباعهم الذين حازوا من مغنم السعادة قسما أما بعد فيا أيها الناس من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلى نفسه ولا يضر الله شيئا قال تعالى إن الله يحب المتقين فلا صرف للحب أحسن من أن يحبه سيده ومولاه فقد فاز من بادر إلى طاعته ولزم التقوى وآثر محبته على محبة كل ما سواه ولقد خاب من ثقلته عن ذلك الدنيا وآثر على طاعة ربه طاعة نفسه وهواه فلنستحي يا عباد الله من ربنا أن يرى أحدنا فيما يقربه إلى الله متوانيا وأن نشهد فيما ننال به محبته ونرقب في لسيس يسير فانيا وأن ننصر إلى شقر المحسية بل لننصر إلى حسمة من نخشي ولنتشكر أن علينا حفظة تكتب ما نهمل ونخشي قال جل من قائل عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلى لديه رقيب عتيد يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين